السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله هناخد حصة رقم 2 في منهج العلوم للصف السادس الابتدائي الترم الأول. المرة اللي فاتت يا سنة 6 أخدنا حصة رقم 1، بدأنا في الدرس الأول نشاط رقم 1 ونشاط رقم 2 من الوحدة الأولى ما النظام، المفهوم الأول الخلية كنظام. بدأنا الدرس الأول، خلصنا نشاط رقم 1 ونشاط رقم 2. النهارده إن شاء الله هنخلص مع بعض نشاط رقم 3 ونشاط رقم 4 في الدرس الأول. تمام. الدرس الاول كده عباره عن 4 انشطه. النشاط الاول والثاني كان في حصه رقم 1. النشاط الثالث والرابع النهارده باذن الله نخلصهم. اللي ما سمعش نشاط رقم 1 ونشاط رقم 2 من الدرس الاول، هسيب لك لينك الفيديو او رابط الفيديو في اول تعليق مثبت اسفل الفيديو في التعليقات. تمام. بيبدا نشاط رقم 3 سنه 6، بيقول لك ان النمو دي حاجه بتميز الكائنات الحيه، ومن الأنشطة والوظائف الحيوية اللي بتميز الكائن الحي إن هو بيكبر وبينمو. وأخدنا المرة اللي فاتت إن وحدة بناء جسم الكائن الحي هي الخلية، أو وحدة البناء والوظيفة، لأنها مسؤولة عن كل الأنشطة الحيوية والوظائف الحيوية اللي بيقوم بها الكائن الحي. طيب فبيبدأ النشاط معانا السنة 6، بيقول إن النمو من الأنشطة التي تميز الكائنات الحية. في سؤال بقى بيقولوا لك في النشاط: إذا كيف تنمو أجسام الكائنات الحية بفضل الخلية؟ بصي يا سنة 6، جسم الكائن الحي بيكبر وبينمو بفضل الخلية اللي هي وحدة البناء زي ما اتفقنا. طيب يا ترى كل ما ازداد حجم الخلية كل ما كبر الإنسان، أو كل ما كبر الكائن الحي سواء إنسان أو حيوان أو نبات، وكل ما بيروح ينمو جسمه بيكبر بفضل حجم الخلية؟ قال إن حجم الخلية ملهوش أي علاقة بنمو جسم الكائن الحي. يعني محدش يقول كل ما كبر حجم الخلية يا مس كل ما جسم الكائن الحي ابتدى يكبر، الكلام ده غلط. أما إيه اللي بيخلي أو إيه اللي بيساعد جسم الكائن الحي على النمو؟ هو زيادة عدد الخلايا. خلية بتنقسم لخليتين تتضاعف ل4 8 16 ويبدأ جسم الجنين يتكون، وهكذا جسم الكائن الحي يكبر. تمام؟ إذا كيف تنمو أجسام الكائنات الحية؟ إحنا اتفقنا يا سنة 6 إن حجم الخلية ملهوش أي علاقة بنمو جسم الكائن الحي، علشان هتسأل فيها في الامتحان، أنا اللي هحطه لك وأجيبه لك. تمام؟ بينمو جسم الكائن الحي عن طريق زيادة عدد الخلايا وليس حجم الخلايا. يبقى هنكتب له هنا كده: تنمو أجسام الكائنات الحية عن طريق زيادة عدد الخلايا وليس حجم الخلية. معنى كده إن حجم الخلية مش هيتدخل معانا، كل ما بتزداد عدد الخلايا كل ما بينمو جسم الكائن الحي. تمام؟ طيب الشكل التالي يوضح نمو الجنين نتيجة زيادة عدد الخلايا. هو هتلاقي عندك لو انت بتذاكر معايا من كتاب الأضواء هتلاقيه راسم لك خلية، بعد كده ازداد عددها بقت 2، بعد كده 4، بعد كده 8 مثلا، بعد كده يبدأ يتكون الجنين. خلاص، وهكذا بزيادة عدد الخلايا بيبدأ يتكون جسم الكائن الحي سواء إنسان أو حيوان أو نبات. يبقى احنا استفدنا من النقطة دي إن المسؤول عن نمو أجسام الكائنات الحية عدد الخلايا وليس حجم الخلايا، عشان بس نركز، الحجم مش هيدخل معانا في الموضوع. طيب احنا أخدنا إن بتشترك الكائنات الحية سنة 6، كل الكائنات الحية بتشترك في وجود الخلية، وعرفنا إن الخلية هي وحدة بناء جسم الكائن الحي، وعرفنا إن احنا عندنا خلية نباتية وعندنا خلية حيوانية. طيب أيوه هي الخلية النباتية فيها خلية والخلية الحيوانية برضه فيها خلية، بس هما الاثنين بيختلفوا في الشكل. ده اللي أخدناه، بيختلف شكل الخلية النباتية عن شكل الخلية الحيوانية. جاء في نشاط رقم 3 بيوضح لك 4 نقاط بتختلف فيهم الخلايا عن بعضيها. تمام؟ فبيقول لك تختلف خلايا الكائنات الحية في بعض الخصائص. يعني خلايا الكائنات الحية دي بيختلفوا سواء في الشكل سواء في العدد سواء في المكونات اللي جوه الخلايا نفسها. دلوقتي هنعرف هما بيختلفوا ايه الخصائص اللي بتميز خلايا الكائنات
محدش يقول لي يمس كل الخلايا اللي في العالم، انسان، حيوان، بكتيريا، كلهم ليهم نفس عدد الخلايا. لا طبعا، احنا عرفنا ان كل الكائنات الحيه مشتركه في وجود الخليه، لكن هم بيختلفوا في الشكل. شكل الخليه النباتيه غير الحيوانيه، بيختلفوا في عده خصائص تانيين يا سنه سته. من اول الخصائص العدد، فبينقسم الى عندنا كائنات عديده الخلايا، وعندنا كائنات وحيده الخلايا. يرجع من حيث العدد، عندنا كائنات عديدة الخلايا وعندنا كائنات وحيدة الخلايا. كائنات عديدة الخلايا هي كائنات تحتوي أجسامها على خلية العديد من الخلايا. طيب، ما احنا خدناهم المرة اللي فاتت، الكائنات عديدة الخلايا زي مين؟ زي الإنسان، برافو، والحيوان والنبات. لكن كائنات وحيدة الخلايا هي كائنات بتحتوي أجسامها على خلية واحدة، تحتوي أجسامها على خلية واحدة. وأخدنا المرة اللي فاتت مين اللي جسمه بيحتوي على خلية واحدة، وعرفنا إن هي البكتيريا. يبقى زي ما اتفقنا يا سنة ستة إن بتختلف خلايا الكائنات الحية، بيختلفوا عن بعض في بعض الخصائص. هم مشتركين في حاجة، إن كلهم بيحتوي على خلايا، وبيختلفوا. أول حاجة العدد أخدناه، إنسان، حيوان، نبات عديد الخلايا، والبكتيريا وحيدة الخلايا. حد شاطر يقول لي يا ميسي بيختلفوا في الشكل. شكل الخلية النباتية غير شكل الخلية الحيوانية زي ما احنا اتفقنا المرة اللي فاتت. يبقى تاني حاجة هنا كده بيختلفوا في الشكل. يختلف شكل الخلية في أجسام الكائنات الحية، في أجسام الكائنات الحية. أيوة كده ابتدينا نصحصح. خلاص. رقم 3. رقم 3 يا سنة 6، النواة. بصي يا سنة 6 نركز مع بعض. ادي الخلية بتاعتنا. معظم الخلايا اللي موجودة، معظم الخلايا الموجودة وأغلبية الخلايا اللي موجودة بتحتوي على نواة. النواة دي عاملة زي المخ. المخ ده بيتحكم في كل أنحاء الجسم، أو هو مركز التحكم الرئيسي في جسم الإنسان. تمام؟ نفس الحكاية، النواة دي مركز تحكم، مركز التحكم في الخلية، مركز التحكم في الخلية. زي مثلا بابا وماما كده بيتحكموا فيك. روح انزل هات الطلبات، روح تعالى، روح عند تيتا، تعالى من عند تيتا، اقعد ذاكر، اقعد اعمل الواجبات، اقعد اسمع الميس داليا، هكذا بيتحكموا فيك. نفس الحكايه النواه بتاعتنا هي مركز التحكم في الخليه، حتى بتتحكم في الانشطه اللي بتقوم بها الخليه. يعني مثلا انت ما ينفعش تطلع تروح في مكان غير وانت مستأذن ماما وبابا. خلاص. هي بتتحكم في كل الخليه، وبتتحكم في الانشطه الحيويه اللي بتقوم بها الخليه. زي المخ كده، هو مركز التحكم الرئيسي في جسم الانسان. بصوا يا سنه 6، النواه دي ليها اهميه كبيره في الخليه، هندرسها بالتفصيل في الدرس يمكن الثالث او الرابع. كل حاجه جوه الخليه وكل مكونات الخليه، لان الخليه دي مش فاضيه من جوه. احسن تفتكر الخليه دي عامله زي البالونه وفاضيه من جوه. الخليه دي فيها مكونات، فيها سيتوبلازم، وفيها غشاء، وفيها جدار، وفيها نواه، وفيها ميتوكوندريا، وحاجات انت لو سمعتها، وبلاستيدات خضراء، حاجات لو سمعتها في الاول هتتعجب. هو بيمشي معاك خطوه بخطوه. حتى هو ما كانش جاي هنا في النشاط ده ان النواه دي هي مركز التحكم، عامله زي مجلس الاداره بتاع المدينه، هو اللي بيتحكم في كل حاجه في المدينه. هو مش ذكر الكلام ده دلوقتي، بس كل ده دلوقتي احنا فهمنا ان بيكون لها اهميه كبيره داخل الخليه، وان معظم اجسام او معظم الخلايا بتاعت الكائنات الحيه، معظمها واغلبيتها لازم يكون فيها نواه بتتحكم في الخليه وبتتحكم في الانشطه اللي بتقوم بها الخليه. تمام؟ طيب نمسح ده، مش وقته.
طيب لو انا قلت لك مثلا الخليه النباتيه، الخليه النباتيه فيها نواه؟ لا يا مس ما فيهاش. لا في عينك. لا احنا قلنا كل معظم الخلايا بيكون فيها نواه. طب لو قلت لك الخليه الحيوانيه، اما مين اللي هيتحكم في كل الانشطه اللي بيكون بها النبات؟ هي النواه اللي داخل الخليه. تمام. الخليه الحيوانيه فيها نواه؟ فيها نواه الخليه الحيوانيه؟ ايوه فيها. كده ابتدينا نفهم مظبوط، وكده ابتدت الدماغ تتعدل. معظم الخلايا بتحتوي على نواه، معظمها يعني اغلبيتها. احنا خدنا كلمه معظم دي المره اللي فاتت في مثلا ما كنا بنقول ان معظم الخلايا صغيرة جدا للغاية، لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وبعضها كبير مثل بيضة الطائر التي كانت تحتوي على خلية واحدة. نفس الحكاية هنا، معظم الخلايا بتحتوي على نواة. معظم الخلايا بتحتوي على نواة جوه بتتحكم في كل الخلية وبالأنشطة اللي بتقوم بيها. تمام؟ طب يا مس انت كنت قلتي وريحتي دماغنا وريحتينا معاكي، وكنت قلتي جميع الخلايا بتحتوي على نواه، وكنا خلصنا بقى وارتحتي واحنا ارتحنا. قال لك لا، خلايا الدم الحمراء اللي بتعطي الدم اللون الاحمر لا تحتوي على نواه. عشان كده احنا قلنا ان معظم ومش كل. خلاص. طيب لو انا خدت من خلايا المخ اخدنا خليه، الخليه دي فيها نواه؟ اكيد فيها نواه. خلاص. لكن الحاجه الوحيده او المثال الوحيد اللي ذكره لك في المنهج عندك اللي ما فيهوش نواه هي خلايا الدم الحمراء. خلايا الدم الحمراء اللي بتعطي الدم اللون الاحمر لا تحتوي على نواه. يبقى النواه، معظم الخلايا تحتوي على نواه. بعض الخلايا لا تحتوي على نواه. لا تحتوي على نواه. زي مين يا مس اللي مش بيحتوي على نواه؟ حد شطور يقول لي يا مس زي خلايا الدم الحمراء. خلايا الدم الحمراء دي الخلايا بتاعت الدم فحصوها تحت الميكروسكوب. عشان كده بنقول ان جسم الكائن الحي بيتكون من العديد من الخلايا. يعني انت لو جبت خليه من مخك هتلاقي فيها خلايا، وخلايا الدم بتاعتك. خلايا الدم الحمراء لا تحتوي على نواه. طيب الخليه العصبيه، لا يا بس مش هجع فيها نواه بتتحكم ومسيطر على كل الخليه وعلى كل الانشطه. طب الخليه النباتيه فيها. طب الخليه الحيوانيه فيها. طب خلايا الدم الحمراء ما فيهاش. تمام. يبقى في النواه معظم الخلايا بتحتوي على نواه، بينما بعض الخلايا لا تحتوي على نواه زي خلايا الدم الحمراء. طب يا مس هما بيختلفوا في حاجه تانية ولا خلاص عشان انا خلاص مرارتي اتفجعت؟ لا بيختلفوا في حاجه تانية ولازم نفجعها اكتر، احنا لسه في البدايه. يبقى العدد، الشكل، النواه، رابع حاجه الغشاء الخلوي او غشاء الخليه. يبقى رابع حاجه هنا كده رابع حاجه السنه 6 غشاء الخليه. غشاء ونواه والدنيا عسل وفل وتمام وخلايا دم حمراء والدنيا يمس متظبطه اخر تظبيط ما بقولكيش. غشاء الخليه ده اللي طلع لنا جديد ده سهل جدا. سهل عامل زي الحارس بتاع الباب، هنشرحه بالتفصيل النهارده. طيب تعال نشوف غشاء الخليه. احنا خدنا ان احنا عندنا نوعين من الخلايا، خليه نباتيه وخليه حيوانيه. طيب تعال نشوف كده. احنا عندنا كده على جنب عندنا نوعين من الخلايا، خليه نباتيه وخليه حيوانيه. يا مس الخليه النباتيه فيها نواه. ايوه برافو كده. خلينا نظبط احسن نقلب على الوش التاني. الخليه النباتيه فيها نواه بتتحكم فيها، والخليه الحيوانيه فيها نواه بتتحكم فيها. طيب تعال نشوف الغشاء ده حواره ايه بقى. ادي غشاء ولا هزعلكم، وهنا برضو في غشاء. جميع الخلايا سواء النباتيه او الحيوانيه بتشترك في وجود غشاء حارس. بصوا الخلايا متظبطه اهي، حارس وحد بيتحكم والدنيا ماشيه تمام.
هنا كده اللي بيتحكم النوايا، خلاص احنا سيبناها خلصناها الحمد لله. هنا كده الحارس بتاع الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه، هنا كده غشاء الخليه. تمام. طيب احنا خدنا نقطه ان بتشترك الخلايا في وجود غشاء خلوي، بتشترك جميع الخلايا في وجود غشاء الخليه او غشاء خلوي. نكتبها، يبقى تشترك جميع الخلايا في وجود غشاء الخلية. احنا هناخد مكونات كتير جوه الخلية النباتية وجوه الخلية الحيوانية، بس هو بيبدأ بمقدمة خفيفة كده. الخلية النباتية بيحيط بها جدار اسمه الجدار الخلوي. يعني من بره كده احنا اتفقنا ان ده غشاء الخلية، ده غشاء الخلية، وده برضو في الحيوانية غشاء الخلية. وعرفنا ان الكائنات الحية بتشترك كلها في وجود غشاء الخلية، لكن الخلية النباتية في جدار خلوي بيحيط بالغشاء الخلية من بره. يعني في جدار من بره اسمه الجدار الخلوي بيحيط بغشاء الخلية. خلاص؟ يبقى الخلية النباتية فيها جدار، الحيوانية ما فيهاش جدار، فربنا بيحيط الغشاء الخلية سبحان الله بجدار خلوي من بره. تمام؟ لكن الحيوان ما فيهوش جدار. في تراكيب تانية بتعمل على حماية الحيوان والإنسان زي العظام والعضلات، هندرسها بعد كده في باقي الدروس إن شاء الله. لكن دلوقتي خلينا بس في معلومة بسيطة، إن تشترك جميع الخلايا في احتوائها على غشاء الخلية. تمام؟ ولكن الخلية النباتية بتتميز عن الخلية الحيوانية إن بيحيط بغشاء الخلية جدار اسمه جدار خلوي. ولكن تتميز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية في وجود جدار خلوي يحيط بغشاء الخلية. بعد كده يا سنة 6 بنتكلم عن احتياجات الخلايا أو احتياجات الخلية. الخلية بتحتاج نفس الاحتياجات اللي بتحتاجها أنت علشان تحصل على الطاقة وعلشان تقدر تكمل حياتك. الخلية بتحتاج إلى الغذاء، بتحتاج إلى المية، بتحتاج إلى الأكسجين. نتكلم في احتياجات الخلية. خلاص احنا عرفنا كده إن الخلية بتحتاج إلى الماء زي ما أنت بتحتاج للمية، وبتحتاج إلى الغذاء والعناصر الغذائية، وبتحتاج إلى الأكسجين. طيب قبل ما ندخل في الحتة دي ونكتبها، احنا عندنا غشاء الخلية. احنا عرفنا إن جميع الخلايا بتشترك في وجود الغشاء. طيب غشاء الخلية عامل زي الحارس يا سنة 6. ازاي مش فاهم؟ هو بيعمل على دخول الماء إلى الخلية والخروج منها على حسب حاجة الخلية. ازاي؟ يعني لو الخلية اللي عندك دي محتاجة مية، هو الغشاء هيفتح ويدخل المية على حسب الحاجة. طيب الخلية خدت احتياجاتها من المية دي، ومثلا في شوية بجو تروح تطلعهم. خلاص؟ ازاي مثلا هنا في مية، طيب الخلية دي محتاجة المية، غشاء الخلية عامل زي الحارس هيدخل المية بس على حسب الحاجة. تمام؟ ماشي، المية دخلت للخلية، والخلية كلها الحمد لله خدت حاجتها من المية. في شوية مية من اللي دخلوا دول الخلية مش عايزاهم. طيب هتروح تعمل ايه؟ بدل ما تتأثر الخلية بتاعتنا وتموت، هيروح الغشاء يساعدها ويطلع مثلا المية اللي هي مش عايزاها الخلية. يبقى كده غشاء الخلية سمح بدخول الماء إلى الخلية وخروجها على حسب الحاجة. طيب ما ينفعش الغشاء ده يفتح ويدخل مية كتير للخلية، يعني يدخل مية زايدة عن الحاجة، يفضل يدخل في مية، يفضل يدخل في مية، يفضل يدخل في مية، هتبدأ الخلية تنتفخ وبعد كده تنفجر. تمام؟ يبقى تبدأ الخلية لو دخلها مية كتير هي مش محتاجاها، تبدأ الخلية تنتفخ حتى تنفجر. يبقى هنا كده غشاء الخلية، هو بيقول لك اذكر وظيفة غشاء الخلية، تكتب له يسمح بدخول الماء إلى الخلية
والخروج منها. بس على حسب ايه يا بنات يا حلوين؟ هنكتب له على حسب حاجة الخلية. تمام؟ يبقى احنا عرفنا دلوقتي يا سنة 6 ان الغشاء عامل زي الحارس. الخلية احتاجت مية، هيروح يفتح الغشاء ويدخل مية. طيب في مية بعد ما خلاص الخلية خدت احتياجاتها، في مية هتطلعها هي مش عايزاها تخليها جوه، تعمل ايه؟ هتروح يفتح الغشاء وتطلع المية. طيب ده كده اسمه جانبي الخلية. جانبي الخلية اللي هو الجانب اللي فوق ده مثلا والجانب اللي تحت. طب يا مس، غشاء الخلية ساعد الخلية إن كمية المية بتكون متوازنة. يعني مثلا هنا كده المية اللي دخلت بكمية محدودة على حسب حاجة الخلية، والمية اللي طلعت برضو دي مية ما كانش عايزاها الخلية، فكمية المية على جانبي الخلية في بينهم توازن. طبعا ده بسبب مين؟ غشاء الخلية، إن هو دخل كمية معينة من المية للخلية، الخلية خدت احتياجاتها من المية وطلعت، فتح الغشاء طلع المية اللي هو مش عايزها. فبصينا بعد ما حصلت العملية دي يا سنة 6 لقينا كمية المية في حالة توازن وفي حالة تساوي على جانبي الخلية، وبالتالي تكون الخلية قادرة على حفظ توازن الماء على جانبي الخلية. على جانبي الخلية امور متظبطه في الخليه، بتاخد احتياجاتها من الميه، والميه اللي مش عايزاها بتطردها عن طريق الغشاء، يبقى كميه الميه متوازنه. مفيش ميه دخلت يا سنه 6 زياده عن حاجه الخليه لغايه ما الخليه فضلت تكبر وتنفجر، ومفيش ميه خرجت من غير ما الخليه دي تستفاد منها. في توازن على جانبي الخليه. تمام؟ يبقى وظيفه الغشاء دي مهمه، بيسمح بدخول الماء الى الخليه والخروج منها على حسب حاجه الخليه، على حسب الحاجه، وبالتالي تكون الخلية قادرة على حفظ توازن الماء على جانبي الخلية. طيب هنا في سؤال يا سنة 6 بيقول لك ماذا يحدث إذا دخل الكثير من الماء إلى داخل الخلية؟ فضلت المية تدخل 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 إلى داخل الخلية، هما كلمتين: تنتفخ حتى تنفجر. يبقى تنتفخ حتى تنفجر. حصتنا يا سنة 6 بيقول لك إن الخلية عبارة عن تركيب معقد. يعني الخلية دي زي ما احنا اتفقنا هي مش فاضية من جوه، ده فيها مكونات هي اللي بتخليك تقوم بالأنشطة الحيوية، وهي اللي بتبني جسمك، وهي اللي بتبقيك على قيد الحياة. تمام؟ يبقى الخلية دي مش فاضية من جوه، يعني مش تركيب بسيط، ده تركيب معقد يقوم بأداء كافة الأنشطة الحية، وبالرغم من صغر حجمها فإنها تبقينا على قيد الحياة، لأنها بتقوم بالعمليات الحيوية للكائن الحي زي النمو والتكاثر وتعويض الخلايا التالفة. تمام؟ بعد كده آخر جزئية نختم بيها احتياجات الخلية. احنا عرفنا إن الخلية بتحتاج إلى الغذاء اللي هي العناصر الغذائية، وبتحتاج إلى الماء، وبتحتاج إلى الأكسجين اللي هو موجود في الهواء. طيب تأخذ الخلايا العناصر اللازمة سواء غذاء أو ماء أو أكسجين، بتاخد العناصر دي وبتعمل بيهم إيه؟ زي أنت بالظبط لما بتاكل وبتشرب وبتتنفس، إيه اللي بيحصل؟ جسمك بيمتد بالطاقة وبتبقى فيه فضلات بتخرج خارج الجسم. نفس الحكاية، هي بتاخد العناصر اللازمة وبتستخدمها في الحصول على الطاقة والتخلص من الفضلات. الحصول على الطاقة والتخلص من الفضلات. وبكده يا سنة 6 نكون خلصنا الدرس الأول، عبارة عن 4 أنشطة خلصناهم في فيديوهين الحمد لله. الحصة الجاية إن شاء الله تدريبات على الدرس الأول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.